أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. النهاردة قصة فيلمنا حقيقية، وبتبدأ قصة الفيلم بولد اسمه بربار قتل شاب من أهل القرية من غير قصد وهرب ومش موجود في القرية كلها، والمحققين وأهل القرية كانوا بيدوروا عليه بس للأسف ما كانش ليه أي وجود ومحدش يعرف مكانه فين. وبكده بيكون في طار بين عيلة بربار وأهل الشاب اللي اتقتل، والعيلتين كانوا عايزين يولعوا في بعض، وعشان كده شيوخ وكبار البلد اتجمعوا علشان يلاقوا حل للموضوع ده، وقالوا إن حل المشكلة دي هو إن مينا أخت بربار تتجوز أخو الولد اللي مات، وبيكونوا حطوا الحل ده لأنه أهل القتيل كانوا مصممين إنهم ياخدوا حق ابنهم. وفي آخر الاجتماع بيكون كبير القعدة أخذ القرار وقال إنه لازم يتنفذ، وإن مينا وفرهات لازم يتجوزوا، ومش بيكون في طار ولا أي حاجة، وطبعا الكل بيوافق لأن بيكون كبير القعدة. وبعدها بيرجع أبو مينا على بيته علشان يحكي لمراته على اللي حصل، وساعتها بتكون مش موافقة وبيقول لها انهم لازم ينفذوا الامر وان ده مفروض عليهم، وانهم مش عايشين في المدينه، وانهم في قريه ولازم يحترموا عاداتهم وتقاليدهم اللي عايشين بيها. لكن بترد عليه مراته وقالت له انها بتاخد بنتها وبتمشي من القريه خالص، بس للاسف مش بيديها فرصه تكمل وبيقفل عليها الباب وبياخد بعضه وبيروح لبنته مينا. وبتكون مينا ساعتها قاعده ولابسه الطب الاحمر ومش عارفه ايه اللي بيحصل ولا عارفه رايحه فين. وبيكون بربار اصلا كان مستخبي بينهم ومحدش كان يعرف انه رجع، وباباه بيأكد عليه انه ما يفتحش لمامته لحد ما يرجع ولا هو يفكر حتى يبص من الشباك، لان طبعا لو حد شافه مش بيكون ليه غير مصيرين، الحبس او الموت. وبعديها الاب بياخد مينا وبيمشي، وهم ماشيين بيهجم ارناف على ابو مينا علشان يمنعه انه يضحي بمينا ويجوزها غصب عنها. وبيكون ارناف ده اصلا بيحب مينا، وباباها قال له مش وقت حبك والجوازه دي لازم تتم. وبعدها بيكمل مشي على بيت العمده وفعلا بيتم الجواز، وفرهاد بياخد مينا اللي بتكون حزينه جدا على بيته، وباباها بيكون واقف وما قدرش يعمل اي حاجه غير انه كان بيعيط. وهنا بقى بنشوف المفاجاه اللي بتدمر نفسيتك للابد، وبيكون فرهاد مجهز لها اوضه زي الزريبه بالظبط، وكانت ضلمه وما فيهاش غير شباك صغير لانه كان عاوز يطلع غله ويخلص طرق اخوه في البنت. ومن الناحيه التانيه بتكون ام مينا منهاره وعماله ترمي اللوم على جوزها عابد لانه هو اللي رمى بنته واستغنى عنها، وكانت بتموت على بنتها لدرجه انها كانت عايزه تنتحر، بس في اخر لحظه بيلحقها جوزها وبيقول لها انها تحاول تنسى وتعيش مع الواقع، لكن هي بتفضل تصرخ في وشه وبتشتمه جامد جدا وبتقول له انه مجنون علشان عايزها تنسى بنتها. وساعتها بيدخل عليهم ابنهم بربار وبيضربوا باباه بالقلم وبيقول له انت السبب في كل ده. وبربار بيكون ندمان بس في نفس الوقت بيكون خايف وجبان. وبنرجع تاني بعدها عند مينا واللي بتكون محبوسه من غير اكل ولا شرب، وكانت بتنادي كتير بس ما فيش حد سمعها. وبعد يومين بيروح لها عريس الغفله فرهاد وبيحط لها شويه اكل صغيرين، ولسه يا عيني العروسه الحزينه هتاكل مسكها من شعرها وقال لها انا هنتقم منك وهطلع غلبي كله فيكي. وفجاه بتدخل اخته ماري وبيطلع فرهاد وبتعترف ماري لمينا وبتقول لها على سبب وجودها في المكان ده ليه، علشان اخوكي قتل اخويا الصغير. ساعتها مينا بتتصدم من كلامها لانها ما كانتش تعرف اي حاجه عن الموضوع ده، وبتقول لها ماري ان اخوها مش هيسيبها مرتاحه ابدا وانه هيفضل يبهدلها كتير هي واهلها. وبعد ما قال له الحقيقه لمينا بتمشي من عندها، وبعدها بتفضل مينا تعيط على وضعها وعلى اللي هي فيه، وبتروح تقف عند الشباك وتفتكر حبيبها واخر مره شافته فيها. وفي الناحيه التانيه بتكون ام مينا عماله تعيط برضه على فراق بنتها لانها عارفه انهم هيتبهدلوا ومش هيصونوها، وبتقول له انها شافت ديبه وامها في السوق وانها حاولت تكلمهم بس ما حدش فيهم رد عليها ولا كلمها. ساعتها جوزها بهدلها وقال لها انت مجنونه، راحت صرخت في وشه وقالت له انت مش فارق معاك بنتك واللي فارق معاك بس شيوخ القريه. وكل اللي حصل ده وكان ابننا اللي خربها كان واقف بره البيت وسامع كل حاجه. وتاني يوم الصبح ماري بتدخل اكل لمينا وبتقول لها ما تعرفش فرهاد انها بتجيب لها اكل احسن يبهدلها. ولسه ماري يا دوب راحت عند الشباك ومينا شافت الباب مفتوح وبسرعه جريت على بره، بس للاسف فرهاد بيكون في وشها وبيرجعها تاني للاوضه وكمان بيطرد اخته وبيكمل ضرب في مينا وكمان بيربطها من رجليها. وبالليل بيفضل بربار يراقب فرهاد على امل انه يعرف حاجه على اخته، وكمان كان عايز يقتله بس صاحبه بيمنعه وبيقول له في جوه 20 من عيلته بمجرد ما تدخل هتتقتل على طول. وبعدها بشويه بيقعد وبيرجع بذكرياته لورا وبيتضح انه كان في قصه حب بينه وبين ماري، ووقتها كانوا اهلها عايزين يجوزوها غصب عنها، وقالت له ان اهلها مش هيوافقوا بيه لان حالته الماديه مش احسن حاجه وهي من اعيان القريه، وعشان كده قرر انه يشجعها علشان تهرب معاه. ونسيب بقى بربار يراجع ذكرياته لوحده وحبه اللي دمر حياته وحياه اخته، ونرجع تاني لتاني يوم وبنشوف بنتنا مينا وهي قاعده بتكلم في النمل وكأن مخها ضرب خلاص لانها ما كانتش
كانتش لاقيه حد تتكلم معاه، وكانت عايشه كانها مش عايشه. وهي كمان بتفضل تفتكر قصه حبها مع حبيبها أرناف، وانها كانت قد ايه بتحبه، وكانت بتتمنى انها تكمل باقي حياتها معاه. وبعدها بتجيلها ماري كل يوم وبتجيب لها اكل وتطمن عليها. وفي الشتاء كانت بتستنى المطر علشان تقدر تشرب الميه، وبتكون مبسوطه وسعيده، وكان حلمها انها تكون بفستان الفرح. لكن بيجي لها عريس الغفله وبيقطع عليها خلوتها، وبيفضل يرخم عليها ويضايقها بتصرفاته، وهي شتمته جامد واتنرفزت عليه. وبعد فتره بتنادي عليها ماري من الشباك وبتعرفها انها هتتجوز وهتسافر من القريه، وبتديها شويه حاجات وبتقول لها انها تقاوم وتفضل قويه، وبعدها بتسيبها وبتمشي. وساعتها مينا بتحزن اكتر من الاول. وبيجي يوم فرح ماري وبيكون بربر معاه سلاح ورايح ينقذ اخته، وبيفتكر اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وكان بيهرب مع ماري، وكان وقتها ركب الاتوبيس. بس اللي حصل فجاه بيعرف اخوه فرهاد، وبياخد رجالته وبيروح وراهم، وفعلا بيقدروا انه يمسكهم، وبياخدوا معاهم بربر وبيفضلوا يضربوه. وساعتها فرهاد بيقرر انه يخلي اخوه الصغير يقتل بربر، واول ما هيعمل كده بيكون بربر من غير قصد بيقتله، وبعدها بيجري بسرعه منهم. ودي بتكون اللقطه بتاعت اول الفيلم، ومن ساعتها العيلتين عايزين يقتلوا بعض. وبنرجع بعدها للوقت الحالي، وبيدخل بربار على ماري وبيهددها وبيسالها على اخته، وكمان بيقول لها انه مش هيعمل لها حاجه لانه جاي ينقذ اخته بس، لانه عارف هي ملهاش ذنب. وبعدها بتاخده ماري على مكان اخته، وكان لسه هيفكها، وبيدخل عليهم فرهاد وبيمسكه وبيقتله وبيدفنه جوه بيته. وساعتها ما حدش بيحس بغياب بربار غير باباه، لان القريه كلها عارفين انه هربان، ولما غاب لفتره عرفوا انه اتمسك. وبما انه خسر اولاده الاثنين قرر انه يسيب القريه هو ومراته. وبعد فتره من جواز ماري الجو بيخلى الفرهاد، وكل يوم كان بيجيب صحابه وبيدخلوا عند مينا وبيعتدوا عليها، لحد ما مينا مخها بيهرب خالص، وبتفضل تكلم نفسها والنمل. يعني حرفيا كانت متبهدله وحالتها تصعب على الكافر. ومش بس كده، ده كمان فرهاد قصلها شعرها وبيقعد يتفرج عليها وهي مكسوره، ولما بتحاول تنتحر وتخلص ما بتعرفش، وبتفضل عايشه في المرمطه والظلم ده. وبعد فتره بتكون ماري في زياره للبلد، وبتروح تطمن على مينا، وبتقول لها ان اخوها قال للناس في القريه انها ماتت وهي بتولد، وان بربر هربان في لاهور. وبتفضل تقول لها حقك عليا، انها كانت السبب في اللي هي فيه دلوقتي، وكلام اصلا ملوش اي لازمه دلوقتي. وبتعدي فتره كمان وبتكون مينا حامل، بس ما حدش عارف من فرهاد ولا من صحابه. وكانت كل محاولاتها انها تتخلص من حياتها، بس كانت كل مره بتفشل. ولما بتروح ام فرهاد علشان تشوفها، بتفضل تقول لها انها بتكرهها هي وعيلتها لانهم كانوا السبب في ضياع اولادها، وبعدها بتسيبها وبتمشي. لكن بعد كم يوم ام فرهاد بتتصاب بميكروب وبتموت، وبيعيش فرهاد لوحده من غير حد. وبيروح عند مينا وبيفضل يرمي عليها اللوم، لان مامته اتصابت بالميكروب ده لما جت تشوفها في المكان المقرف ده، وبيفضل يضربها جامد لغايه ما خسرت جنينها اللي كانت حامل فيه. وبعد ما بتمر 30 سنه بتكون مينا لسه عايشه على نفس الوضع ونفس العذاب. وفرهاد كان بيدخل لها كل فتره وبيجيب لها اكل وميه. وفي يوم من الايام كان في مجموعه ولاد بيلعبوا جنب البيت، والكره بتاعتهم بتروح عند شباك اوضه مينا، وبينط واحد منهم علشان يجيب الكوره، وبيشوف مينا وساعتها بيخاف منها وبيفتكرها عفريت. بس اللي حصل بعدها بالليل، بيقرر الولد هو وصاحبه انه يروح تاني للمكان علشان يعرف ايه قصه الست المحبوسه دي، وبيتعرف عليها فعلا، وكمان بيديها بونبون. وبيرجع الامل لقلب مينا من تاني، وكالعاده رجعت تسرح وتتخيل انها حره، بس للاسف حلمها مش بيكمل. فرهاد بيشوف ورقه البونبون وبيعرف ان في حد بيزور مينا، وكان الولد مايكل بيروح لها دايما وبيجيب لها اكل وشرب. بس مينا في يوم خافت عليه وطلبت منه انه ما يجيش تاني، وانه يمشي بسرعه من عندها لان في راجل مخيف ممكن يقتله. ولسه مينا هتبدا تساله هو ابن مين، وجالهم فرهاد وكان لسه هيمسكه، بس الولد قدر انه يهرب بسرعه. وبيرجع لمينا وبيقول لها اي حد هيفكر يحررك هقتله، وكمان قال لها انت هتفضلي هنا لغايه ما تعفني وتموتي. وبعدها بيروح مايكل على بيت اهله وبيحكي لباباه على اللي شافه وحصل معاه. والمفاجاه بيطلع باباه ارناف حبيب مينا القديم، وساعتها بيفهم ارناف من ابنه ان في واحده محبوسه في بيت فرهاد، وبيبدا يشك انها ممكن تكون مينا، وبيعرف انها لسه عايشه وما ماتتش زي ما قال فرهاد عنها. وبيقرر ارناف انه ينقذها بس بطريقه قانونيه، فبيرفع قضيه على فرهاد وبيقولوا انه حابس مراته وبيعذبها، وبيبدا القانون ياخد مجراه. وفعلا بتتحرك الجهات الحكوميه وبتروح للمكان اللي محبوسه فيه مينا، بس للاسف بيكون فات الاوان لانهم بيلاقوا مينا ماتت بعد العذاب اللي شافته والذل. واخيرا بيتم القبض على فرهاد، واللي بيكون فرهد البنت وفرهد القريه وفرهدنا احنا كلنا معاه. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده يا اصحابي. استنونا في افلام تانية جديده، وسلام.